من حوالي 100 سنة الزومبي كانوا منتشرين في العالم كله وقتلوا حوالي 2 مليار شخص لدرجة إن البشرية كانت مهددة بالانقراض بسببهم. لكن جيوش الدول ضربوا كل مناطق الزومبي وقضوا على 90% من الزومبي، ودي كانت أول مرة يسيطروا فيها على الفيروس. وال10% الباقيين من الزومبي كان على جزيرة اسمها ريزورت، ومع الوقت اتحولت الجزيرة دي لمنتجع سياحي وبيسمحوا فيها باللي يسافر هناك إنهم يدفعوا فلوس، وهناك يقتلوا الزومبي كنوع من أنواع التسلية. والمديرة المنتجع دي اسمها ويلتون، وبتقول إنها بتحافظ على مجموعة الزومبي لتنشيط السياحة. والمنتجع بيمول منظمة خيرية اسمها هوب فور يو، وكانت بتساعد اللاجئين من الدول التانية. بس كان في بروتوكول بين المنتجع السياحي والجيش، وكان بينص على إن الزومبي لو خرج عن السيطرة في المنتجع الجيش هيضرب الجزيرة باللي فيها. وبنشوف ميل اللي بتعاني من صدمة بسبب موت باباها واللي بيكون مات بسبب الزومبي، وبتقابل صديقها لويس وبيتفقوا انهم يزوروا المنتجع السياحي، وبالمرة تصطاد عدد كبير من الزومبي كانتقام لموت باباها. وبتيجي وهي بتتفرج على فيديو لباباها ايام الحرب بين البشر والزومبي، وبيقول لها انا عايزك تبقي قوية ومفيش حاجة تأثر فيكي. وتاني يوم بتسافر هي ولويس صديقها وبيتجهوا ناحية الجزيرة، ومن بين الضيوف 2 مراهقين اسمهم جاك وإلفا وبنت اسمها سيدي، وبتكون جاية هي لوحدها ومعاهم طبيب بيطري اسمه تاتش، وكانوا عايزين يصطادوا الزومبي بإيديهم ويخوضوا التجربة بنفسهم. في الوقت ده بتدخل المضيفة وبتعرفوا إن الرحلة هتبدأ خلال ثواني، ولما بيوصلوا بياخدوا عربية علشان توصلهم للمنتجع، وبعد الترحيب بيهم بياخدوهم على الأرض بتاعتهم علشان كل واحد يعرف مكانه. وبعد كده بيتدربوا على ضرب النار علشان لما يقابلوا الزومبي يكونوا جاهزين. وبيروحوا لحفلة الاستقبال وبترحب بيهم المديرة التنفيذية للمنتجع، وقالت لهم إن مات مننا 2 مليار شخص، وأكيد كل واحد فيكم ليه قصة مع الزومبي، وعلشان كده جيتوا هنا، وأكيد معظمكم جاي يصطاد الزومبي للانتقام مش للتسلية. وفجأة بيخرج زومبي من وراها، لكن بيكون مجرد شو علشان توريهم الزومبي الموجودين في المكان. في الوقت ده بتدخل لغرفة التحكم بتاعة المنتجع وبتحط فلاشة بتنقل بيانات من السيستم وبتمشي بسرعة، وده قبل ما حد ياخد باله منها. لكن كاش بيكون شايفها. وتاني يوم ميل وهي واقفة بتشوف واحدة من الزومبي الناس بيسحبوها، والعاملين بيكتشفوا إن في حد نزل بيانات النظام بتاعهم، لكن بيخبوا على ويلتون، وده علشان ما تتعصبش عليهم. وبيبدأوا رحلة في العربية ناحية الزومبي اللي موجودين عندهم، وبيشوف الأقفاص اللي فيها الزومبي، وبيقفلوا بعدها الباب على الزومبي. لكن بيتفاجئوا إن في مشكلة في نظام التحكم، وواحد من الزومبي بياخد باله إن الباب ما اتقفلش، لكن بيقدروا يقفلوه وبيأمنوا المكان بالكامل. وتوم بيكون المرشد السياحي وبيفهمهم القوانين بتاعة المجتمع، وإن الفيروس بيتنقل من خلال العض مش من الدم، وإن الزومبي لو لسه متحول جديد فهيكون سريع وقوي، إنما الزومبي اللي هنا من أيام الحرب وسنهم كبر وحركتهم بطيئة، ولازم تضربوا الزومبي في دماغه علشان يموت. وميلو مجموعتها بتوصل وبتتفاجئ إن أعداد الزومبي كبيرة. في الوقت ده جاك وألفا بيضربوا نار على الزومبي، لكن ولا طلقة بتيجي فيهم. ولويس بيجرب حظه وفعلا بيصيب الزومبي في دماغه، وميل بتاخد منه القناصة وبتنشن على 6 زومبي، لكن بتصعب عليها ومش بترضى تموتها. لكن تاتش قام بالواجب وبيصطاد عدد كبير منهم. لكن بعد شوية المرشدين بيعرفوا المجموعة إنهم هيباتوا الليلة دي في المخيم تحت النجوم. وفي الناحية التانية المسؤولين عن النظام الأمني بيعرفوا ويلتون باللي حصل، وإن في شخص دخل على النظام وفيروسه. وفجأة جهاز الإنذار بيشتغل وبيكونوا فقدوا السيطرة على التحكم في النظام بالكامل، وده في حد ذاته مشكلة كبيرة، لأن كل الزومبي المتقيدين هيهربوا، وأبواب الأقفاص اللي فيها الزومبي بتتفتح عليهم. وأثناء ما المجموعة بتتحرك ناحية العربية بيهجم عليهم الزومبي، لكن الحارس بيموته بسرعة. في الوقت ده زومبي تاني بيهجم على الناس وبيمسك واحد فيهم، فبيركبوا العربية وبيهربوا من المكان. والزومبي بيكون انتشروا في المنتجع وبيعضوا أي حد قدامهم، وللأسف بيدخلوا غرفة التحكم وبيعضوا الموظفين كلهم وبيحولوهم لزومبي. وواحدة من الزومبي بتدخل المكتب بتاع ويلتون، والنظام اوتوماتيكي بيتفعل البروتوكول، وبالتالي هيتم تدمير الجزيرة في خلال ساعات قليلة. في الناحية التانية ميل وبقية المجموعة قاعدين في المخيم ومش حاسين بأي حاجة، وبتقرب من سايتي وبتتكلم معاها، وفجأة بتلاقي زومبي بيقرب منهم، وسايتا بتحاول تضربه لكن قلبها ضعيف وبيصعب عليها، فتاتش بيخلص عليها بسرعة. في الوقت ده توم حس إن في حاجة غلط، لأنهم كمان حابسين الزومبي في قفص في كهرباء عالية، يعني مستحيل زومبي واحد يهرب من القفص. وبيشغل كشافات العربية وبيتفاجئ بأعداد زومبي كبيرة جدا جايين يهجموا عليهم، فبيقتلوا كل اللي بيقرب منهم. وواحد من الزومبي بيهجم على ميل، لكن سايتا بتنقذها في آخر لحظة، وبيتحركوا كلهم ناحية العربية. لكن المشكلة إن في واحد من الزومبي بيهجم على ألفا وبيعضوا وبياخدوه وبيعملوا عليه حفلة، لكن بيخلصوا على كل الزومبي اللي قدامهم. وبعد كده بيطلع عليهم الصبح وبيسألهم تاتش عن الذخيرة اللي معاهم، وبيعرفوا إنه معاهم ذخيرة قليلة. فتاتش قال لهم إن محدش هيبعت أي مساعدات، وإن قدامهم ساعات قليلة والجيش يدمر الجزيرة باللي فيها، وعشان كده لازم يهربوا كلهم من الجزيرة في أسرع وقت. وتوم بيبص على الجزيرة وبيلاقي إن في طريق تحت الأرض، وده علشان يعرفوا يرجعوا تاني ناحية المخرج. وهم ماشيين في أمان الله بيهجم عليهم زومبي، لكن بيقدروا يخلصوا عليه، وبيوصلوا للسور الحديد وبيقدروا يعدوه، وبيكون الزومبي جاي يهجم عليهم،
لكن تاتش وهو معدي بيهجم عليه زومبي، لكن توم بينقذه. والمشكلة إن واحدة بتغفل توم وبتيجي من وراه وبتعضه، وبيضطر لويس يخلص عليه قبل ما يتحول لزومبي. وبعد شوية تاتش بيسأل سايتي كنت هتعملي إيه في الحفلة، وشفت كنت بتحاولي تهربي قبل ما حد يشوفك. فبتحكي لهم الحقيقة وإنها تبع جمعية لحماية حقوق الزومبي، والجمعية دي كلها هدفهم إنهم يوقفوا الهجوم اللي بيحصل للزومبي على الجزيرة، وبعتوها علشان تسرق بيانات السيستم. والمشكلة إن الجمعية دي خانتها وكانوا حاطين فيروس على الفلاشة وهي مش عارفة، وأثناء ما كانت بتنقل البيانات الفيروس اتنقل من الفلاشة للنظام ودمر النظام الأمن كله. ولويس بيلومها وبيتهمها إنها تسببت في قتل كل الناس دي، وبيسيبهم كلهم وبيمشوا. لكن ميل قالت لها أنا مش هسيبك، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا لبرج الاتصالات. وأول ما بيدخلوا بيتفاجئوا بالزومبي وبيهجموا عليهم، وأثناء ما سايتو وجاك بيخرجوا بيتفاجئوا بزومبي مربوط بيهجم عليهم، لكنهم بيجروا بسرعة. والمشكلة إن عض سايتو في إيديها، فقالت لجاك اهرب انت بسرعة وانا هعطل الزومبي. وفعلا بيخلصوا عليها وجاك مازال بيجري، والزومبي بيكون لسه وراه، وبتكون بقى المجموعة مستنياه هناك. واول ما بيدخل بيقفل الباب وبيكون فاضل ساعة بالظبط على تدمير الجزيرة، وبيكملوا الطريق تحت الارض. وبيدخلوا نفق وبيكون الجوانب بتاعته درجة حرارتها عالية جدا، وبيعدوا منه وبيقفلوا الباب وراهم. لكن زومبي بينزل عليهم من فوق وبيعض جاك، لكن تاتش بيخلص عليه. وتاتش وميل ولويس بيكونوا اخر الناس الموجودين، وبيوصلوا لمخيم لاجئين عملته المنظمة الخيرية. وفهم ان ويلتون بتجيب لاجئين من كل دول العالم وبتوعدهم انها توفر لهم مقاوي، لكن الحقيقة انها بتحول اللاجئين الغلابة دول لزومبي، وده علشان تستمر الجزيرة في العمل. وبيفهم ان الأوضة السخنة اللي دخلوها من شوية علشان يسخنوا جسم الزومبي، وبالتالي شكله هيبان كبير في السن، وبكده الإعلام والسياح اللي جايين مش هياخدوا بالهم انهم صغيرين في السن. في اللحظة دي أعداد كبيرة من الزومبي بيهجموا عليهم، فبيهربوا بسرعة من المكان وبيحاولوا يرجعوا للنفق تاني، لكن بيلاقوا الزومبي موجود هناك. وفي الوقت ده لويس بيتخلى عنهم وبيسيبهم وبيجري علشان ينقذ حياته. وتاتش بيخلي ميل تطلع وراه وبيفتح الباب وبيفضل يموت في الزومبي. وميل بتجري ناحية المنتجع، لكن بعد ما بتوصل بتلاقي ناس ميتة وناس متحولة بتمشي قدامها. وفجأة بيظهر لويس وبيدخل وبيقفل الباب وبيعتذر لها انه سابها وهرب وطلع ندل معاها. وبتكتشف انه اتعض لكن مش بترضى تموته، فبياخد منها المسدس علشان يموت نفسه. في اللحظة دي الزومبي بيدخلوا عليهم، فبتاخد المسدس وبتهرب بسرعة. واثناء ما كانت ماشيه بتقابل ويلتون وبتقول له انها فاضل 5 دقايق والجيش يدمر الجزيره بالكامل، لكن ميل قالت لها انت السبب في كل اللي بيحصل ده، وانها تستاهل الحرق فعلا، وبتحاول انها تضربها. وفجاه الزومبي بيدخل عليهم وبيمسكوا ويلتون وبيعضوها. وفي الناحيه التانيه ميل بتكون خرجت من المنتجع، لكن بتتفاجئ بجيش من الزومبي قدامها، واول ما بيشوفوها بيهجموا عليها، فبتجري باقصى سرعه عندها علشان الجيش هيدمر الجزيره. وفعلا بيوصل الجيش وبيدمر الجزيره بالقنابل والصواريخ. وفي اللحظة دي ميل بتنط في المحيط علشان تحمي نفسها، وبتيجي وسائل الإعلام وبتتكلم عن الإبادة اللي حصلت، وإن مات 250 شخص نتيجة تدمير الجزيرة. والمفاجأة إن تاتش بيكون عايش وبيتابع الأخبار هو كمان، والإعلام بيعرفوا العلاقة بين منظمة اللاجئين الخيرية والمنتجع، وإنهم بيحولوا اللاجئين لزومبي علشان المنتجع يفضل شغال. ولحد هنا بينتهي الفيلم، فما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام.